انتصار صعب جدا للنادي الاهلي امبارح على ايجل نور الرواندي. مباراه صعبه جدا، الاهلي صعبها على نفسه حتى بعد طرد جريتشار الغير موفق تماما فيه الحكم زي ما كله اتكلم طبعا، وطرد كارثي. لكن كان لازم الاهلي يبقى فنيا اقوى من كده في الملعب. اللعيبه بدنيا وقوه وضغط وشراسه مش موجوده خالص. الفروق الفنيه للنادي الاهلي مش ظاهره خالص على الملعب بينه وبين الفريق الرواندي. الحقيقه كان في فرص خطيره جدا لايجل نور في الدقائق اللي قبل احراز عمر كمال الهدف الاول للنادي الاهلي امبارح. كان ممكن جدا تخلي المباراه في حاله تعادل ونخش في ماساه في نهايه المباراه. لسه ياستروب ما قدرش ان هو يحط بصمته في الملعب، ولا يبقى في اللقطات اللي نقدر نقول عليها دي تعليمات من المدرب للاعبين الفرقه. حتى القدره البدنيه مش ظاهره، تحس ان اللعيبه مرهقه تعبانه في حاله خمول. مفيش القوه اللي موجوده المفروض تكون فارقه عن الاهلي عن اي لعيب تاني بيلعب الاهلي في ليفل اقل في اي فرقه في افريقيا حاليا. للاسف ده مش موجود لغايه دلوقتي. الاهلي عنده شغل كبير جدا جدا خصوصا على الناحيه البدنيه وعلى الناحيه التنظيميه. المرتدات ما زالت والتحولات على الاهلي يعني شرسه جدا وخطيره جدا، وممكن في اي دربكه هتلاقي جون ملوش اي لازمه يكهرب لك ماتش او يضيع بطوله او يخرجك من ادوار اولى في بطوله مهمه. لازم الاهلي يكون معاه وقفه في الفتره الجايه مع اللاعبين بالذات محتاجين شده كبيره جدا من كابتن وليد صلاح الدين او من القائمين على الكوره في النادي الاهلي وطبعا كابتن محمود الخطيب. لازم الاهلي يعود للفروق اللي احنا متعودين عليها والقدرات اللي احنا متعودين عليها. معاك كل الامكانيات، معاك كل القدرات في السكواد بتاعك، ولو عندك نقص في مركز راس الحربه تقدر تدعمه في يناير بكل سهوله، لان متاح معاك القدره الماليه، ومتاح معاك طبعا الاسم اللي يقدر يجذب اهم اللاعبين في القاره ولاعبين على مستوى عالي حتى بره قاره افريقيا. لازم الاهلي يقدر يجيب معوض لوسام، ويبقى عنده سترايكر تسعه بدلا من الاعتماد على محمد شريف او جريتشار. الاثنين انا بشوفهم مش قادرين طبعا خالص يقوموا بسد الفراغ اللي سابه وسام ابو علي. الاهلي عنده يعني تحدي كبير. انتصار صعب جدا للنادي الاهلي امبارح على ايجل نور الرواندي. مباراه صعبه جدا، الاهلي صعبها على نفسه حتى بعد طرد جريتشار الغير موفق تماما فيه الحكم زي ما كله اتكلم طبعا، وطرد كارثي. لكن كان لازم الاهلي يبقى فنيا اقوى من كده في الملعب. اللعيبه بدنيا وقوه وضغط وشراسه مش موجوده خالص. الفروق الفنيه للنادي الاهلي مش ظاهره خالص على الملعب بينه وبين الفريق الرواندي. الحقيقه كان في فرص خطيره جدا لايجل نور في الدقائق اللي قبل احراز عمر كمال الهدف الاول للنادي الاهلي امبارح. كان ممكن جدا تخلي المباراه في حاله تعادل ونخش في